بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، كنا بالأمس ولله الحمد بدأنا بذكر صفات الحروف، وذكرنا أول صفتين متقابلتين وهما الهمس والجهر، وبينا بأن الهمس والجهر المقصود به النفس أف هذا النفس الذي يخرج أو لا يخرج. فقسمنا الحروف إلى مجموعتين: مجموعة يجري معها النفس جريانا بينا اسمها الحروف المهموسة، ومجموعة لا يجري معها النفس أو يجري جريانا ضئيلا لا يعتد به، اسمها الحروف المجهورة، وهي بقية الحروف ما عدا سكت فحثه شخص. ثم تكلمنا على نفس الحروف العربية من زاوية أخرى. ما هي الزاوية؟ يعني اندفاع الصوت في المخرج. اندفاع الصوت في المخرج، هل يندفع الصوت في المخرج بمكان واسع أم ينقفل المخرج أم يكون المخرج ضيق؟ فقسمنا الحروف إلى كم مجموعة؟ 3 مجموعات. مجموعة لا يمر الصوت أبدا، هي أجد قطن بكت، وتدربنا عليها واحدا واحدا. ثم ذكرنا بأن هناك 5 أحرف يجري معها الصوت ولكن جريان ضئيل، وهي حروف لن عمر، وتدربنا عليها حرفا حرفا. ثم بعد ذلك ذكرنا المجموعة الثالثة وهي الحروف الرخوة التي الصوت قابل للمط، تستطيع أن تمط الصوت، تمط وتطول وهو مرتاح. هذه اسمها الحروف الرخوة. وقلت بالأمس إن هذا المبحث له ثمرة، له نتيجة عملية في الحروف الساكنة، وهي أن الحرف الرخو يأخذ زمنا معينا لأن له قابلية التطويل، أس أش أف أح، وأن الحرف الشديد زمنه قصير لأنه ليس فيه جريان. أق أب يأتون انتهت الهمزة. وأن ال5 الأخرى فيها جريان ولكنه ضئيل، ليس مثل الرخوة ولا هو محبوس كانحباس مين؟ الشديدة. طيب، نحن نعلم بأن القرآن العظيم روي لنا ب3 سرعات: بطء وسرعة وتوسط. هل هذا الميزان ينطبق على البطء أم على السرعة أم على التوسط؟ ينطبق على السرعات ال3، لكن تطبيقه في الحدر أصعب. عرفت كيف؟ لماذا؟ يعني مثل قيادة السيارة تماما. قيادة السيارة، لو أن إنسان مبتدئ هل يجلس أمام المقود، هذا اسمه مقود، ويعني يمشي هكذا؟ شو شيخ سيد حسين بصير هكذا؟ يعني يعمل بصير؟ ما بصير. إذا عمل هكذا سيدخل في الجدار، سيدخل في الدكان، سيخرب البيوت. المبتدئ في القيادة يمشي ببطء، فإذا تدرب أكثر وأكثر يسرع أكثر، فإذا تدرب أكثر وأكثر وأكثر تصبح القيادة عنده أمر معتاد، يسمونه بالعربية سجية أو سليقة. يقرأ بالسليقة، يعني هكذا الحروف تخرج صحيحة من كثرة ما تدرب. صارت عضلات فمه من كثرة الدربة صارت يعني تشتغل. هل تعلمون شو اسمه هذا اللي في السيرك، هذا اللي بيعملوه، شو اسمه؟ جمباز. مين قال جمباز؟ الله يرضى عليك.
مثل باللغة إيش اسمه هنا باللغة؟ ايه لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه. فهكذا الذين يلعبون هذه الألعاب، يعني ليست المهارة في هذه الألعاب ليست بإقامة حركة، وإنما بالحركات المتتابعة. هنا المهارة. المهارة حركة 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 حركة. فتجد المشاهدين هكذا يجلسون مستغربين من إيه؟ من هذه المهارة. انتبهتم؟ كذلك التلاوة، ممكن الإنسان يقول مثلا خا ويقول صا ويقول ما، لكن قل له قل مخمصة يقول لك مخمصة. عندما صارت الحركات متداخلة هكذا، مرقق داخل مفخم داخل مرقق، هذا يسميه العلماء تخليص الحروف. ماذا يسمونه؟ تخليص الحروف، يعني أن تخلص المرقق من المفخم والمفخم من المرقق. انتبهتوا؟ مثلا كلمة صدور الناس في سورة الناس، صدو، الصاد مفخمة، الدال ايه؟ مرقق. طيب لو تأثرت الصاد بالدال فقلنا سدوري، في صدور الناس، ماذا صارت الصاد؟ دال، صارت سين. ولو بالعكس تفخمت الدال من أجل الصاد، صدوري، في صدور الناس. انتبهت؟ هذا معنى تخليص الحروف، أن يبقى المفخم مفخما والمرقق مرققا. لذلك نبه على ذلك إمامنا ابن الجزري وقال إيش؟ وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر وربوة اجتثت وحج وبين إلى آخر الصفات. قال والميم من مخمصة ومن مرض. انتبهتوا؟ إذن المهارة أيها الإخوة تحتاج إلى زمن. سنقرأ الآن بالبطء لأننا أنا وأنتم ما زلنا في أول الطريق، فنتدرب بالبطء، ثم بعد ذلك بكثرة التدريب ماذا يحدث؟ يصبح الإنسان أسرع. نرى على اللوحة قياس أزمنة الحروف الصحيحة. ماذا يعني الصحيحة؟ يعني ليست حروف مد. الساكنة، ما معنى ساكنة؟ ليست متحركة. الكلام على الحروف الصحيحة الساكنة. زمن الحرف الرخوي أطول من زمن الحرف البيني. لو قلنا بأن هذا رخو من هنا إلى هنا، فالبيني يكون من هنا إلى هنا، يعني أقصر بقليل. زمن الحرف البيني أطول من زمن الحرف الشديد، هذا أطول بقليل من هذا. وأقول وأكرر 100 مرة، بقليل، ليس بشيء كثير، بقليل لكنه موجود. قياس أزمنة الحروف الصحيحة يبقى هذا التناسب بين أزمنة الحروف الساكنة. إيش هذا؟ شو كيف مكتوب؟ قياس أزمنة الحروف الصحيحة قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحذرا. يبقى هذا التناسب بين أزمنة الحروف، هذا يعني مهما كانت سرعة القراءة. نتدرب على سورة ألم نشرح. لاحظوا بارك الله فيكم، الحروف التي لونت بالأحمر هي رخوة. ما معنى رخوة؟ يعني ممطوطة قابلة للمط. التي لونت بالأخضر هذه إيش؟ قصيرة. الدال صاد رك. انتبهتوا كيف؟ الحروف التي لونت بالإيه؟ بالأزرق، مثل الميم من ألم، ألم، سمعتم؟ بسيط ليس كثير. دائما أنبه، بعض إخواننا عم يطولوا زيادة. انتبهتوا كيف؟ إذن ما لون بالأحمر هو أطول شيء.
يليه ما لون بالأزرق أقصر بقليل، يليه ما لون بالأخضر أقصر الكل. انتبهتوا؟ طيب انظروا، أعوذ طبعا بالله هذه كم لام؟ لامان. بالله اللام الأولى شيء بسيط اللي هو لين عمر يعني. بالله هذه أطول من من الشيء من الشيء نفس الطول، من الشيء نفس الطول. نيرا الراء الأولى مثل لأنه كلاهما من حروف لين عمر. انتبهتوا؟ ألم الميم فيها جريان قصير. رح لك صد قصيرة. رك همس الكاف قليل. ووضع هل سمعتم الجريان؟ ضع لكنه معتدل، ليس مثل ووضعنا عنك وز مثل لذلك بالأحمر. رك الذي اللام الأولى مثل ألم نفس الطول. ما هي القاعدة؟ واللفظ في نظيره كبير. أنقض مثل رح رك الكاف أيضا شديدة زمنها قصير. ورفعنا مثل ووضعنا نفس الطول. لك ذكرك الكافات قصيرة. فإن مع رح نفس الطول. يسرى السينات نفس الطول. إن مع العسر يسرا فإذا فرغ رح كلها متساوية. فإذا فرغت فانصب قصير الباء لأنها شديدة. وإلى ربك ألم نفس الطول. فارغب الباء شديدة زمنها قصير. أقرأ وتقرؤون بعدي بصوت واحد ونراعي هذا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. نعيد. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. نشرح نفس الطول. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. في واحد عم يخبص هون، خليك مع المجموعة. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. يسرا.
كمان يسرى. الراء مو مضبوطة، عم تقولوا يسرى يسرى، ليس را را ار 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 را را يسرى يسرى. الله أعلم. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. نطبق هذا المقياس على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين أطول؟ الحم. من أطول؟ نفس الطول، واللفظ في نظيره كمثل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. انظروا، أنعم نفس الطول، نون وميم. أنعمت علي، علي الياء أطول بقليل، بقليل جدا لكن موجود. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. طيب، هل انتبهنا إلى هذا؟ يعني هذا المبحث من جماليات التلاوة، ليس من الأساسيات. الأساسيات المخارج، الصفات المؤثرة، الطاء والتاء والسين والصاد، الإدغام، الإخفاء، القلب، هذه المد، هذه أحكام أساسية. هذا من جماليات التلاوة. عرفتم؟ أيوة، الآن بدكم تصحصحون. صحصح يصحصح، صحصحة فهو مصحصح، ومن صحصح فإنه. أيها الإخوة الكرام، نظرنا إلى الحروف العربية نظرة في الأمس من حيث النفس، ثم نظرنا للحروف العربية نفسها نظرة ثانية من حيث الصوت وجريانه. الآن سننظر إلى الحروف نفسها من زاوية ثالثة، من مكان ثالث. ما هو؟ اتجاه ضغط الصوت، الحرف لما ننطقه، لما كانت العرب تنطق الحرف العربي، كيف كانوا يعني اتجاه الضغط كيف كان؟ مثلا هل يقولون يا أم يا؟ هذه يا وهذه يا. هل يقولون ما أم يقولون ما؟ هذه ميم وهذه ميم. انتبهتوا؟ هل يقولون با أم يقولون با؟ مثلا بالتركية يقولون بالك، بالك اللي هو السمك يعني. وعندكم كذلك السمك ايش اسمه؟ مين؟
تشاد بالذال تبنى إلى الله. نعم. اللهم صل على النبي. كيف كانوا هل يقولون خا أم يقولون خا؟ هل يقولون غا أم غا؟ انتبهت؟ هذه النظرة التي سننظرها الآن، اتجاه الضغط. كانت العرب إذا تكلموا 7 أحرف يضغطونها إلى أعلى، 7، وهي حروف خص ضغط قض. انتبهتم؟ فيقولون خا. مرة سمعت أخا في السعودية ينادي صديقا له يقول له: يا خالد، يا لطيف، أنا فرحت جدا، لأنه من بقايا الفصحى. نحن متعودين نقول يا خالد، يا خالد، خا. هو ماذا قال؟ يا خالد. هكذا يا شيخ آدم، يعني يتكلم بالفطرة، يعني زي البدو. هو بدو. يا خالد، يعني باللغة التي تعلمها في بيت أهله، لا علاقة لذلك بالتجويد. يعني هذا من بقايا الفصحى، جميل جدا. إذن الخاء من خص ضغط خا. انتبهتوا؟ خا يضغطون الصوت لفين؟ إلى الأعلى. خص الصاد صا ضغطين. الضاد ضا ضا. الغين غا الطاء طا. القاف قا قال الله قا. الظاء ظالم، ومنهم ظا. انتبهتم؟ هذه 7 كانوا إذا تكلموا ضغطوا أصواتها إلى أعلى. طيب، وما عدا ذلك من بقية، قلنا الحروف 29، 7 يفعل بها كذلك. طيب، بقي 22. هذه 22 منها ثلاثة أحيانا يفخمونها وأحيانا لا يفخمونها، بقواعد سوف تأتي معنا، وهي حروف ألف لام راء. انتبهتوا؟ فالألف أحيانا العرب يقولون مثلا مالك، ويقولون كما ذكرنا منذ قليل خالد، ما. هذه ألف وهذه ألف، لكن يفخمونها، وسيأتي معنا إن سبقت بحرف مفخم، ويرققونها إن سبقت بحرف مرقق. الراء ستأتي معنا بالتفصيل الممل، لكن بشكل عام إن كانت مفتوحة أو مضمومة يفخمونها، راء رو، وإن كانت مكسورة يرققونها، ري. هذا المدخل العام للبحث. اللام، قلت منذ أيام إن العرب تفخم لام كلمة الله بإجماع. كل العرب يقولون الله، ولا يقولون الله، يفخمون. ولامات أخرى يفخمها بعض العرب. انتبهتوا كيف؟ مثل لامات ورش، هذه ورش رواها مثلا الطلاق مرتان، ظلم، ومن ظلم كمان الصلاة. إلى الآن والله أنا أدركت كان هناك موظفون في السعودية وظيفتهم تذكير الناس بالصلاة، فكانوا يدورون في الشوارع يقولون صلاة صلاة صلاة، يعني يقولونها باللام المفخمة، ليس عن عمد، طبيعة لهجتهم هكذا، طبيعة لهجته، ما أحد علمهم. سبحان الله. إذن نرى على اللوحة الاستعلاء والاستفال. طبعا استعلاء قلت لكم منذ أيام هذه للطلب، استعلاء يعني طلب العلو، هذا علو، وهذا استفال. استعلاء يعني طلب العلو، استفال يعني النزول.
الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت، اتجاهها، لاحظوا كلمة اتجاه، كل هذا المبحث مبني على هذه الكلمة اتجاه، مستعلية ومستفلة. أما المستعلية فيتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، هذا الحنك الأعلى، هذا المربوط بالجمجمة، هذه جمجمة، والحنك هذا الفوقاني، تحتاني هذا اسمه الحنك الأسفل، هذا متحرك، لكن الفوقاني غير متحرك، مربوط بالجمجمة. إذا يتصعد الصوت بها لفين؟ للحنك الأعلى، يعني إلى أعلى الفم. المستفلة بالعكس، لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. انتبهتوا؟ هذا مدخل المبحث، ليس هذا المبحث، هذا المدخل. المستعلي والمستفل من حيث اتجاه الصوت. انظروا أيها الإخوة، خلق الله عز وجل لنا في أعلى أفواهنا كلنا هذه القبة. هل رأيتم هذه القبة؟ اسمها قبة الحنك، مثل قبة المسجد. أتعرفون القبة في المسجد؟ مثلها، لكن في أعلى الفم. إذا دخلنا إلى مسجد فيه قبة وتكلم واحد منا، ماذا يحدث؟ الصدى. ما اسمه باللغة هنا؟ إيخا. يحدث إيخا إن تكلمنا في قبة المسجد. انتبهتوا كيف؟ أيضا في الفم، إذا انضغط الصوت إلى هنا، إلى أعلى الفم، إذا انضغط الصوت إلى هنا يصطدم الصوت بقبة الحنك ويعود وله رنين. الرنين هو الإيخاء، هو الصدى، هو. انتبهتوا كيف؟ فالتفخيم ناتج من نواتج الاستعلاء، ينتج عن الاستعلاء التفخيم. سيأتي معنا بالتفصيل. لاحظوا صوت القاف، كيف أن الصوت يتصعد وأقصى اللسان مرتفع، والحلق هنا فيه تضيق. شايفين التضيق؟ أرأيتم؟ بينما هنا لا يوجد تضيق، في كا 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 ما في تضيق، أما قا قا في تضيق. هنا أقصى اللسان مرتفع، بينما الكاف هنا منحدرة، كا 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 منحدرة، يعني إلى هكذا إلى الخارج. انتبهتم؟ هذا غار الحنك، إما الصوت يذهب هكذا يصطدم به ويعود وله رنين، أو يخرج مباشرة. إذا خرج مباشرة هذا مستفل، إذا اصطدم بالقبة هذا مستعلي. واضحة؟ التفخيم. التفخيم لغة التعظيم، فلان مفخم، شو يعني؟ يعني معظم. واصطلاحا هو سمن. السمن، تعرفوا واحد سمين بياكل كتير يعني بصير سمين. هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بإيه؟ بصداه. شفتوا؟ انظروا كيف أن الصوت يذهب فيصطدم بقبة الحنك ويعود. الصوت الراجع، هذا الصوت العائد، هو التفخيم. انتبهتوا؟ بعض من لا يفهم هذا المبحث جيدا يظن بأن التفخيم زم الشفتين إلى الأمام، فيقول مثلا خالدين فيها، فقال لا، مو قو، خو، لا، خا، خا إلى الأعلى، خالدين، فقال قا، قا، وليس الشفتان لا عمل لهما بالتفخيم، الشفتان لهما عمل بالواو والباء والميم. للشفتين الواو باء ميم، ما في تفخيم. انتبهتوا كيف؟ تفخيم داخل الفم يحدث. انتبهتوا كيف؟ إذا نقول سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. شو السبب؟ ما هو السبب؟ وذلك لتضيق الحلق. هذا التضيق هون،
وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، هذا التصعد. إذن هنا تصعد للصوت إلى قبة الحنك، وهنا تضيق للحلق. سأشرح لكم موضوع تضيق الحلق. خرطوم الماء شو اسمه باللغة عندكم؟ شلنج. ايه يعني لو كان هذا شلنج وأنا فتحت الماء، فتحته وأمسك الشلنج هكذا، الماء يذهب إلى هنا، أليس كذلك؟ لكن لو وضعت إصبعي على الشلنج من الأمام سوف يذهب الماء لفين؟ إلى أبعد. هذا تضيق الحلق. لما يتضيق الحلق الصوت يتصعد إلى هنا. لو لم يتضيق الحلق سيخرج الصوت هكذا، سيخرج إلى الخارج. انتبهتم؟ فتضيق الحلق أمر أساسي في حدوث التفخيم، تماما مثل الشلنج. لما تضع إصبعك عليه فالماء يبتعد أكثر. وضح؟ طيب الترقيق ما هو؟ التفخيم تكلمنا عنه. ما هو الترقيق؟ عكسه. الترقيق هو نحول. نحول، فلان نحيل. شو يعني نحيل؟ نحيف. ما فيكم واحد نحيف؟ ما شاء الله كله. مين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن هذا مفخم جدا. شوفوا لنا واحد يكون في واحد نحيل. مين؟ حسين. ايه والله حسين. صح صح صح. قوم وقف قوم. هذا مرقق. اجلس حبيبي. هذا من أبناء قلبي حسين. الترقيق هو نحول يعتري الحرف. شو السبب؟ فلا يمتلئ الفم بصداه. ليه؟ لسببين، وذلك لعدم تضيق الحلق. انظروا إلى الحلق كم هو عريض، فالصوت يخرج هكذا. كا كا. انظروا، قولوا كا 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 كا. تجد الصوت بإيه؟ لكن يقول قا 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 قا. القاف يعني القاف قا قا. تجد الصوت إيه؟ يتصعد إلى قبة الحنك. وضح؟ وذلك لعدم تضيق الحلق وعدم تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. وهكذا لو تأملنا الحروف حرفا حرفا نجد بأن الحروف المستعلية يتضيق الحلق والصوت يتصعد. خا خا خا. شوفوا خا خا غا غا غا. غا هذا لبرا مباشرة إلى الخارج. غا غا. وقيسوا عليها بقية الحروف. هذا اسمه الاستفال. ما اسمه؟ الاستفال. أيوة. قلنا منذ قليل إن التفخيم هو ناتج من نواتج الاستعلاء. فإذا استعلى الصوت اصطدم بقبة الحنك وعاد وله رنين يملأ الفم الذي هو الصدى. طيب معناها أيها الإخوة ركزوا، معناها كلما زاد كمية الهواء داخل الفم كان الحرف مفخم أكثر، وكلما قلت كمية الهواء داخل الفم كان التفخيم أقل. موجود لكن أقل. طيب انظروا إلى هذه الصور الثلاث. هذا حرف مفتوح وليكن مثلا قا مثلا، وهذا مضموم وهذا مكسور. تأملوا وانظروا إلى الفراغ الذي يملأ الفم. هذا مفتوح
وهذا مضموم وهذا مكسور. أي الفراغات الثلاث أكبر؟ المفتوح. يليه أقل بقليل ما هو؟ مضموم. يليه المكسور. لذلك الهيكل العام للتفخيم أن يكون الحرف مفتوحا، هذا أفخم شيء. مضموم أقل بقليل، مكسور أقل بقليل. هل عرفتم السبب؟ كمية الهواء التي تملأ الفم، هنا كمية أكبر، هنا كمية أقل، هنا أقل وأقل. انتبهتم؟ هذه الصور الثلاث ستكون مقدمة لما سيأتي. مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. علماؤنا القدامى جزاهم الله عنا خيرا ذكروا بأن خص ضغط قذ مفخمة، نعم على العين والرأس، لكن ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة. فأنت لما تقول قا، جرب قا، تأمل كمية الهواء التي تشغل الفم. قا، قو، أيها أكثر؟ قا أكثر. طيب قو، قي، أيها أكثر؟ قو. فقالوا المفتوح أفخم من المضموم، والمضموم أفخم من مين؟ من المكسور. انتبهتوا؟ هذا الأمر ذكره العالم الأول، هذا اسمه أبو الأصبغ عبد العزيز ابن علي السماتي الإشبيلي. الإشبيلي يعني من إشبيليا، من إسبانيا، من الأندلس، المعروف بابن الطحان. توفي سنة كم؟ هدي تاء يعني توفي، مو تليفون تحسبوا، ما كان في تليفون. توفي سنة 561، هاء يعني هجري، تمام؟ يعني هذا يسمونه القرن السادس الميلادي، يعني توفي قبل الشاطبي ب29 سنة. جاء بعده الإمام ابن الجزري، هذا إمام الكل، ذكرت لكم ذلك، وكلنا تبع له. المتوفى سنة 833، يعني بعد ابن الطحان بقريب 300 سنة تقريبا. قال نعم صحيح، أفخم ما يكون مين؟ المضموم، المفتوح، ثم مضموم، ثم صحيح. لكن هذا كلام مين؟ كلام الجزري. قال لكن إذا كان المفتوح بعده ألف، الألف تجعل الحرف يعني يأخذ راحته أكثر. يعني أنا لما أقول قال قا، الألف التي بعد القاف تجعل القاف مرتاحة، قا، بخلاف قد كان لكم أسوة. قد أنا أنطق القا ومباشرة أنتقل لمين؟ للدال. بينما قا الألف التي بعد القاف تجعلها تخرج مرتاحة أكثر. قال هناك يعني مرتبة بين المفتوح بعده ألف والمفتوح الذي ليس بعده ألف. ثم المضموم تمام كما قال أبو الأصبغ. قال لكن قال أبو الأصبغ ما تكلم عن الساكن. الساكن له مرتبة، فجعلها ابن الجزري تحت المضموم وفوق المكسور. يعني لما نقول مثلا يخدعون، هذا الصوت هو تحت خو وفوق خي. انتبهتوا كيف؟ فجعل أبو الأصبغ جعل مراتب التفخيم 3: مفتوح، مضموم، مكسور. ابن الجزري قال تمام، لكن نعدل عليها قليلا. مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم، ساكن، مكسور.
يعني هو لم يخرج عن أبو الأصبغ، لكنه يعني عدل تعديلات ليست جوهرية إلا في الساكن. هذا جوهري، انتبهت؟ أساس سكت عنها أبو الأصبغ وبينه الإمام ابن الجزري. انتبهت كيف؟ هذا هو المذهب الأول المفتوح، مثل قال قد. في المذهب الأول قال وقد يعني كأنهما واحد. المضموم يقول، المكسور مثل إيه؟ قيل. الساكن ما تعرض له أبو الأصبغ، جاء منذ 130 سنة، قبل الآن ب130 سنة جاء شيخ شيوخنا رضي الله عنهم أجمعين اسمه محمد بن أحمد المتولي، شيخ قراء مصر، محمد بن أحمد المتولي. يعني أنا بيني وبينه شيخان، أنا قرأت على الشيخ الزيات، والزيات على عبد الفتاح هنيدي، وعبد الفتاح هنيدي على المتولي، فبيني وبين المتولي شيخان. المتولي قال الساكن نعتبره مشكول بحركة ما قبله، يعني إذا ساكن قبله مفتوح نعامله معاملة المفتوح، ساكن قبله مضموم نعامله معاملة المضموم، ساكن قبله مكسور نعامله معاملة المكسور. هذا الكلام قالوا سيدنا المتولي رحمه الله من عند نفسه، يعني اجتهادا. جزء من هذا الكلام صواب وجزء غير صحيح. يعني ممكن أنت تقول مثلا كما يفعل كثير من المصريين في هذا الزمان، يقول لك لا تزيغ قلوبنا، تزيغ، فبيعاملوها مع أنها ساكنة معاملة غي. لكن ما تصح في اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ القاف ساكنة وقبلها مكسور، هل نعامل هذه القاف معاملة قيل؟ ولا المتولي نفسه بيفعل هذا. انتبهتوا كيف؟ طيب، ربنا غلبت علينا شقوتنا، هي قاف ساكنة وقبل مكسور، هل نعاملها معاملة قيل؟ ما، الذوق يأباه والواقع يأباه، حتى النقل عن المتولي يأباه. فهمتم؟ ما كان موفق بهذه الإضافة. بينما مذهب ابن الجزري هذا اسمه المذهب الثاني كما ترون، هذا إن شاء الله ما عليه كلام وليس فيه خلل. المفتوح الذي بعده ألف هو أعلى شيء، قال. مفتوح ليس بعده ألف، قد. المضموم مثل إيه؟ يقول. الساكن بغض النظر عن حركة ما قبله. هل علمتم لماذا وضعت هنا 3 أمثلة؟ الأول قبله مفتوح، الثاني قبله مضموم، الثالث قبله مكسور، نفس الصوت. فالقاف في يقطعون كالقاف في سقنا كالقاف في شقوتنا، ساكن لا علاقة له بما قبله. انتبهت كيف؟ هكذا. المكسور أقل المراتب قيل، قيل غيض الماء، خلال. هذان المذهبان نظمهما شعرا الإمام المتولي. مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد المتولي عن مراتب حروف الاستعلاء. هذه وضعتها لكم في آخر الجزرية، لا بد منها، لا بد من دراستها. الجزرية ليس فيها مراتب التفخيم، ولا بد لطالب القرآن من معرفة مراتب التفخيم، لذلك ألحقتها بها. قال رحمه الله كما ترون: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب 3، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها. إلى هنا هذا كلام مين؟ أبو الأصبغ السماتي الإشبيلي الأندلسي. وتابع ما قبله ساكنها، هذا كلام المتولي. فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة، انتهى. ثم ذكر المذهب الثاني
قال وقيل، طبعا لا تظنوا بأن قيل للتضعيف، يعني بعض الناس كلما رأوا قيل يقولون للتضعيف. لا يا حبيبي، ليست دائما، ليست دائما قيل للتضعيف، قيل لذكر مذهب آخر. وقيل بل مفتوحها مع الألف، هذه مرتبة، وبعده المفتوح من دون ألف، هذه مرتبة، مضمومها هذه مرتبة، ساكنها هذه مرتبة، مكسورها هذه مرتبة. فهذه 5 أتاك ذكرها، فهي أي حروف الاستعلاء وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة، كضدها تلك هي الحقيقة. يعني إذا طالب قال مثلا وغيض الماء، لا تقل له رقق الغين، قل له لا تبالغ في تفخيم الغين، لا تبالغ في تفخيم الغين، غي وغيض. إذا قال الطالب المستقيم، بعض إخواننا خاصة في بلاد الشام مع الأسف بيقول لك اهدنا الصراط المستقيم، لك أخي شو هي المستقيم؟ مكسورة يا رجل. الاستعلاء يشد الحرف لفين؟ إلى الأعلى، والكسر يشده إلى فين؟ أسفل، فالكسر أضعف حرف الاستعلاء، أضعفه. أنت عم تقول قي، إيش هذا؟ أصلا الأذن تأباها، الأذن لو ما ليس لم يدرس تجويد الأذن تأبى هذا، إيش تقي هذا؟ المستقيم كما يتكلم الناس، المستقيم. وإذا قيل لهم قي، هكذا. هذه ما اسمها أيها الإخوة مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. قولوا ورائي بصوت واحد، ورائي. ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب 3 وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف مفتوح ايش بعدين؟ مضمومها ساكنها مكسورها فهذه 5 أتاك ذكرها فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. هذا تلخيص لما مر معنا، انتبهوا إليه. الحروف العربية تنقسم قسمين: مستعلية ومستفلة. المستعلية 7 جمعوها بقولهم خص ضغط قض، والبقية مستفلة وهي بقية الحروف، يعني 22 حرفا. أما المستعلية فكلها مفخمة دائما، أرأيتم؟ وأما المستفلة فتنقسم إلى مجموعتين: مجموعة تفخم أحيانا ومجموعة مرققة دائما. من هي التي تفخم أحيانا؟ ألف لام راء، والبقية إيه؟ مرققة دائما دائما، ما مو مي سا سو سي شا شو شي حا حو حي، وأنت ماشي. نأتي إلى الألف. ألم نقل إن ألف لام راء تفخم في بعض الأحوال؟ الألف متى تفخم العرب الألف؟ إن سبقت بحرف مفخم. صعبة؟ بس إذا رأيت ألفا قبلها مفخم فهي مفخمة. لاحظ أني أقول مفخم، ما عم أقول مستعلي.
قد يكون راء. من ورائه جهنم، راء الألف مفخمة. طب شو في قبلها؟ راء ليست مستعلية لكنها مفخمة. إذن إن سبقت الألف بمفخم فخمت، وإن سبقت الألف بمرقق رقق. صعبة بس. تكون الألف تابعة للحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق، فتفخم بعد المفخم. هذا لاحظوا مفخمة، ما قلنا مستعلي. نحو خالدين، خالدين. الألف مفخمة، لماذا؟ قبلها مفخم وهو الخاء. والقائمين قبلها قاف، والقاف ايه؟ مفخمة. ولا الضالين. هذه الثلاثة هي مستعلية. بينما هنا من الله، من الله الألف قبلها لام، ليست حرف استعلاء لكنها مفخمة، فتفخم الألف، تفخم الألف تبعا للام. قولوا مثلي: من الله، من الله يراءون، انتبهتم؟ لأن قبلها راء مفخمة. بينما وترقق الألف بعد المرقق. نحو بسم الله، قل اللهم إياك نعبد من السماء الناس. إذن الألف تفخم إن كان قبلها مفخم، وترقق إن كان قبلها مرقق. كلام قليل ومفيد. شكل اللسان عند نطق الألف المفخمة والمرققة. انظروا الصورة التي على اليمين لألف مرققة. لاحظوا أمرين: اللسان في وضع الراحة، والحلق ليس فيه تضيق. بينما هنا في تقعر في اللسان يجعل الصوت ينضغط إلى أعلى، وفي تضيق بالحلق. التضيق هذا يجعل الصوت يندفع لفين؟ إلى فوق، إلى أعلى الفم. يصاحب الألف المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق لمين؟ في الحلق، بخلاف المرققة. المرققة ليس فيها هذان الوصفان. صعبة؟ حكم اللام. تفخم العرب اللام بإجماع. عرفتم ما معنى بإجماع؟ كل العرب. من لفظ الجلالة الله، وذلك إذا سبق بإيه؟ بفتحة أو ضمة بس. هو الله. مرة ثانية: هو الله، سيؤتينا الله، وإذ قالوا اللهم، اصرف عنا الجراد. اقتلوها يا أخي، اقتلوها. أليس فيكم امرأة شجاعة يا أخي؟ اقتليها يا أختي. أيوة، خليكي جريئة. قتلتوها؟ يلا، من يقتلها وأدعو له. هدول بيحبوا كل يوم يسلونا. الجراد كل يوم يأتي واحدة لتسلينا يعني. واذكروا الله، هذا اللام المفخمة. أما هذه المرققة. أما إن سبق لفظ الجلالة بكسرة فتبقى اللام على أصلها. الأصل في اللام أنها مرققة. لا. نحو بسم الله،
أفي الله شك قل اللهم أيضا هنا أنا أحب دائما المقارنة، وبضدها تتميز الأشياء. يعني هذه شكل اللسان عند اللام المفخمة، وهذا شكل اللسان عند اللام المرققة. لاحظوا الأمام نفسه، لكن الاختلاف من الوراء. اللام المرققة ليس في أقصى اللسان ارتفاع ولا تقعر للسان، بينما هنا في إيه؟ تقعر وتضيق للحلق. هنا انظروا كيف أن الحلق أعرض، الحلق هنا عريض، بينما هنا فيه تضيق. هل لاحظتم؟ بارك الله فيكم. حرف الراء قلنا منذ قليل أنه من حيث التفخيم والترقيق المدخل إلى المبحث هو أن الراء تفخم إن كانت مفتوحة أو مضمومة، ترقق إن كانت مكسورة. صعبة؟ را، رو، ري، بس صعبة. كل المبحث مبني على هذه القاعدة، كل المبحث مبني على هذه القاعدة. الراء تفخم إن كانت مفتوحة أو مضمومة، ترقق إن كانت مكسورة. تمام. فيها حالات عديدة، فيها ما يتعلق بالساكن، بحرف الاستعلاء، بهمزة الوصل، بحرف الاستعلاء المكسور. فحتى نضبط هذه المسائل حصرناها في 3 مجموعات. تفخم، ركز معي، تفخم الراء في 8 صور، وترقق في 4 صور، ويجوز الوجهان في صورتين. 8 شو نصف؟ ما هو نصف 8؟ 4. ما هو نصف 4؟ 2. بس. صعبة؟ احفظوا 8 4 2. صعبة؟ قولوا 8 هذا تفخيم، 4 ترقيق، 2 هذه ايش؟ فيها وجهان بس. والمدخل ما هو؟ تفخم في المفتوح والمضموم، ترقق في المكسور. طيب نرى على اللوحة أحكام الراء. تفخم الراء في 8 حالات، وترقق في 4 حالات. يجوز الوجهان في حالتين، 8 4 2. حالات تفخيم الراء يعني 8. هذه الحالات 8 التي أمامكم هي التي تفخم فيها الراء. الحالة الأولى أن تكون مفتوحة، مثل رمضان. أظن نصف القاعة اسمهم رمضان. ما هي اليوم كل ما أسأل واحد يطلع إما محمد أو رمضان، محمد أو رمضان. ففي من اسمه رمضان يرفع يده؟ الله أكبر. نزل يلا. طيب إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح، مثل إيه؟ مريم. إذا سكنت الراء وقبلها ساكن غير ياء وقبله مفتوح، مثل إيه؟ والعصر. رابعا إذا كانت الراء مضمومة، نحو إيه؟ كفروا. إذا كانت ساكنة وقبل مضموم، مثل إيه؟ القرآن. إذا سكنت الراء وقبلها ساكن وقبله مضموم، مثل خسر. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة. ما معنى عارضة؟ الكسرة العارضة هي التي تكون في بعض الصور ولا تكون في الصور الأخرى، هذه بيقولوا عارضة. الكسرة التي دائما موجودة هذه اسمها كسرة أصلية. كسرة إيه؟ أصلية. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة، نحو ارجعوا، الذي ارتضى. سنشرح هذا. ثامنا وأخيرا إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور.
في الكلمة نفسها، نحو وإرصاد قرطاس فرقة. نعود نرى الحالة الأولى. إذا كانت الراء مفتوحة قولوا لشوف ورائي رمضان. إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح مثل مريم، لا تقولوا مريم. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن غير ياء وقبله مفتوح مثل إيه؟ والعصر. إذا كانت الراء مضمومة كفروا. إذا كانت الراء ساكنة وقبل مضموم مثل القرآن. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم مثل خسر. تمام. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة. متى تكون ملفوظة؟ عند البدء. قال أحد إخوة يوسف ارجعوا إلى أبيكم. ارجعوا طب هذه راء ساكنة وقبلها كسرة، لم نقل ماذا قلنا؟ لأن الكسرة هذه كسرة عارضة. ملفوظة ولا مقدرة؟ ملفوظة. انتبهتوا؟ طب لو قلنا وارجعوا تكون الكسرة مقدرة. وضح؟ الذي ارتضى لهم. هنا الراء ساكنة وقبلها همزة وصل يعني مكسور، لأننا لو بدأنا نقول ارتضى مفخم ارتضى. الذي ارتضى. الحالة الثامنة والأخيرة إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في الكلمة نفسها. مثل إيه؟ وإرصادا. الراء ساكنة وقبلها مكسور أصلها وبعدها حرف استعلاء اللي هو الصاد، ولكن الصاد غير مكسورة فيرصى. انتبهتوا كيف؟ لأنه الراء الساكنة وقبلها كسرة تجرها إلى أسفل، الكسرة تجر الراء لفين؟ لتحت، والصاد مستعلية تجر الراء لفين؟ إلى الأعلى إلى فوق. من القوي؟ الصاد. انتبهتوا كيف؟ قرطاس. ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس، الراء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء غير مكسور اللي هو الطاء. فلولا نفر من كل فرقة راء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء غير مكسور. طيب لو كان مكسور سيأتي معنا. إذا كم حالة تفخم الراء؟ 8. ترقق في كما ترون أمامكم 4. ترقق الراء في 4 صور. الصورة الأولى إذا كانت الراء مكسورة نحو كريم، ريح. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء نحو فرعون. طيب الحالة الثالثة إذا سكنت الراء وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور مثل حجر، قدير، السحر. انتبهتم؟ نعم. الحالة الرابعة والأخيرة إذا سكنت الراء وسبقت بياء لين نحو خير، لا ضير. لو سكنت الراء وجاءت كسرة قبلها نرقق مثل فرعون، والكسرة بنت الياء، فكيف إذا جاءت الأم؟ يعني الياء أم للكسرة،
انتبهتوا؟ فنقول خير لا ضير، ونقول خبير بصير. انتبهتم كيف؟ إذن 4 صور ترقق فيها الراء. وبقي هاتان الحالتان يجوز فيهما الوجهان. الحالة الأولى قلنا في حالات التفخيم إذا سكنت الراء وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. طب افرض مكسور، افرض أنه مكسور، ليس له في القرآن إلا مثال واحد، قوله تعالى في سورة الشعراء عن البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه الراء تأملوها ساكنة، الكسرة التي قبلها تجرها إلى أسفل، والقاف التي بعدها المفروض أن تجرها لفين؟ إلى أعلى، لكن القاف مكسورة. فهل الكسر أضعف القاف أم ألغاها؟ وجهتا نظر. بعض العرب كانوا يقولون فرق، وبعض العرب كانوا يقولون فرق، ولكل منهما وجهة نظر. انتبهت كيف؟ الذين قالوا فرق فخموا الراء قالوا نعم القاف ضعفت بسبب كسرها لكن لم تلغى، ما زالت قوية، ما زالت حرف استعلاء، فتؤثر على جارتها الراء وتشدها إلى أعلى. فكان طبعا الكلام على الوصل، على الوصل لما تكون القاف مكسورة. قال إمامنا الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد. فكان كل فرق كالطود. مرة ثانية، فكان كل فرق كالطود. نعيدها مرققة. فكان كل فرق كالطود. أما لو وقفنا على فرق بالسكون زال الكسر فتصير مفخمة قولا واحدا. فكان كل فرق. لماذا؟ لم يعد هناك كسر. انتبهتم كيف؟ أما عند الوقف عليها بالسكون ففي الراء التفخيم لا غير. ليه؟ لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء. مين حرف الاستعلاء؟ القاف. واضح أيها الإخوة؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي ما نراه الآن على اللوحة. إذا الراء ساكن، خليك معي شوي، يعني قاربنا على النهاية، ركز شوي معي. عندي راء ساكنة قبلها ساكن ولكنه مستعلي، قبله مكسور. راء ساكنة قبلها ساكن ولكنه مستعلي، قبله مكسور. الراء ساكنة، هل يؤثر عليها حرف الاستعلاء قبلها فيشدها إلى أعلى، أم الكسر الذي قبل حرف الاستعلاء يشدها إلى أسفل؟ وجهتا نظر. انتبهتم كيف؟ مثل كلمة إيش؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر مفخمة، راء ساكنة قبلها إيه؟ حرف استعلاء ساكن قبله مكسور. إن قلنا حرف الاستعلاء قوي ويؤثر على الراء، إذن اهبط، مو اهبطوا، شو؟ وقال ادخلوا مصر. وقال ادخلوا مصر. ولنا أن نرقق فنقول وقال ادخلوا مصر. هل تعلمون كتابا في الدنيا نقل بهذه الدقة؟ بالله عليكم،
يعني شو الفرق بين مصر ومصر؟ شوف، ومع ذلك العلماء ضبطوها ودونوها وتناقلوها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله على نعمة القرآن. كذلك كلمة وأسلنا له عين القطر، عين القطر، الراء مكسورة في الوصل، إذا مرققة في الوصل، لكن لو وقفنا الراء ساكنة وقبلها طاء مطبقة مستعلية وقبلها مكسور، فهل الطاء تؤثر على الراء فتكون مفخمة القطر، أم الكسرة التي قبل الطاء فنقول القطر؟ وجهتا نظر. قولوا ورائي: وأسلنا له عين القطر. وأسلنا له عين القطر. وأسلنا له عين القطر. وأسلنا له عين القطر. إمامنا ابن الجزري رضي الله عنه ورحمه الله اختار يعني من عند نفسه أن يقف القارئ على مصر بالتفخيم وعلى القطر بالترقيق. ليه؟ قال مراعاة للوصل، يعني لو وصلنا نقول مصر عين القطر، هكذا قال رحمه الله. يعني هذا بسموه اختيار. عرفتوا شو الاختيار؟ يعني من أحب أن يتابعه فليتابعه، ومن أحب أن يجري الوجهين فيجري الوجهين. انتبهتوا كيف؟ ونرى في السطر الأخير: أما في حالة الوصل فإن الراء مفخمة في مصر لأنها ومرققة في القطر لأنها مكسورة. بهذا نكون بقي أن نبين شكل اللسان عند الراء المفخمة والمرققة. قلنا كلاما قريبا من هذا في اللام، وكلاما قريبا من هذا في الألف المفخمة. انظروا شكل اللسان من الأمام: واحد، أر 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 من الأمام نفسه، لكن الاختلاف من الوراء. الراء المفخمة هنا اللسان متقعر وهناك تضيق وين؟ في الحلق، بينما الراء المرققة ليس هناك تقعر باللسان وليس هناك تضيق في الحلق. الريح، الربا، الرحمن. فرقتم؟ بهذا انتهى هذا المبحث، وبقي مبحث نأخذه غدا إن شاء الله: الإطباق والانفتاح. أمره سهل، نتكلم عنه غدا بكلام بسيط إن شاء الله وتفهمونه بإذن الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.